استعدت الجماهير البحرينية مبكرا لبطولة كأس الخليج العربي، حيث قامت بعمل العديد من الحملات لدعم المنتخب الوطني في البطولة. التقرير التالي يرصد أبرز هذه الحملات. هنا الجماهير الحاضرة. طالما عرف بأن الجماهير هي الرقم الصعب في كافة الرياضات، وبحضور الجماهير تتحقق الإنجازات. هذا ما سعت إليه مجموعة من الشباب من خلال تدشينهم لحملة شبابية تهدف لتشجيع المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج العربي في نسخته 21، حيث تم عمل العديد من الفعاليات المصاحبة للحملة من أجل كسب أكبر عدد من الجماهير. وحملت هذه الحملة اسم البحرين قلب واحد من أجل تحشيد كافة أبناء الوطن للوقوف في صف واحد خلف المنتخب الوطني. والله هذه حملة تطوعية شبابية، الهدف منها أن هي عبارة دعم المنتخب، هذه الهدف الأساسي، وحضور الجمهور للملعب. ولم يغفل الاتحاد البحريني لكرة القدم عن هذا الجانب، حيث دشن هو الآخر حملة جماهيرية حملت اسم كلنا الأحمر، والذي يرمز للقميص الذي يرتديه لاعب المنتخب. وسعى الاتحاد من خلال هذا المنطلق إلى وقوف جميع الجماهير البحرينية خلف المنتخب في الاستحقاق الخليجي القادم، من خلال زيارتهم لعدد من المدارس في المملكة وإقامة بعض الفعاليات المتنوعة داخل المجمعات التجارية.